عليكم أعزائي متابعي مطبخ أكلاتي. اليوم حبيت أقدم لكم عمل الفلافل بطريقتي، إن شاء الله تنال إعجابكم. المكونات هي الحمص المجروش المنقوع قبل يوم، بصلة واحدة، سنين أو 3 ثوم، باقة معدنوس وكرات، طبعا هم أخلي أني باقة بس اليوم ما عندي. عندكم البهارات، الكمون والكزبرة والفلفل الأحمر والصودا هاي بالأخير نخليها، والملح. هنا عندي أول خطوة أهرس الثوم، لأن هذا صعب يطلع بالماكينة إصحاح بهذا الشكل. هذا الثوم المهروس هرسته أول شي. البصل قطعته، هسه كليتها راح أخلي المكونات بماكينة اللحم. الحمص وراح اخلي يعني شلون طبقات متباينه، نوبه اخلي بصل، مره اخلي المعدنوس، مره اخلي الحمص، حتى لا يطلع كليته مي، فلازم بيناتها تخلون البصل والحمص. طبعا من هرسته بهذه المهراسه خليته همين بالماكينه حتى يتجانس ويا الخليط. هسه حخلي البهارات مالتها. عندي اول شيء الكمون، طبعا الكميات انتم ممكن تزيدون او تقللون يعني البهارات. هنا عندي الكزبره وفلفل احمر والملح. هسه اعجنها واخليها، والصودا طبعا اثناء القلي قبل 10 دقائق او ربع ساعة يلا تخلون الصودا. هسه ابدي اضيف الصودا قبل 10 دقائق قبل القلي، والعجينة لازم تكون رخوة. ابدي اضيف لها المي شوية شوية حتى تصير هشة من الداخل وكريسبي من الخارج. مستوى مالته مال الرخاوة ابدي حخليه هيجي، وابدي اذب. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهذا شكل الفلافل النهائي. وشوفوا عجينتها من الداخل طبعا مستوية وهشة، وطبعا الريحة كلش طيبة، وبألف عافية.